الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي بتسأل عليها كتير جدا جدا، ازاي بتعملي الفايش الجامد ده بالطعم والريحة اللي بتقلب الدنيا. كمان بتحطي له ايه الدقيق اللي مستخدم فيه. تعالوا هقولكوا كل التفاصيل والتكات والحركات بتاع الفايش الصعيدي، مش فايش الافران، بخميرة الحمص واللبن، وازاي تطلعيه بالمسام الضيقة قوي قوي بتاعة الفايش الصعيدي بالظبط، كأنك حرفيا جايباه من هناك. يلا هندخل على الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تصلي على النبي وما تنسيش تحط اللايك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. 3 كوبايات من اللبن، وده يفضل الوصفة دي تتعمل بلبن صافي. كمان نزلت عليها ب 300 جرام او 300 ملي من السمنة البلدي. كمان نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الكركم و3 معالق من السمسم المتحمص، وبيفرق كتير في الطعم، مش السمسم الابيض بتاع الطحينة. والمكون ده اهم مكون، ده ريحة اللي يعتبر ريحة الفايش. اسمه المحلب البلدي، ما تجيبيش المحلب التاني لان بيبقى حرفيا ملوش ريحة خالص وبيبقى حجمه كبير. المحلب البلدي بتعرفيه ازاي؟ بيبقى لونه فاتح كده زي ما انت شايفة، وحبته صغننة جدا. بتجيبيه وتسخنيه في الميكروويف، وبعد كده تطحنيه زي ما شفتي كده. بتاخدي منه لو بتعملي كيلو يدوب نص معلقة صغيرة وكده تمام قوي. كمان نزلت عليه ب4 معالق كبار من السكر، ده لو بتعملي كيلو بس من الدقيق. دي الخميرة بتاعة الحمص واللبن، انا عاملاها كذا مرة على القناة ومنزله لكم يعني وصفتها كتير جدا جدا في فيديوهات الشورتس، وكمان في فيديوهات العامة بتاعة القناة. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعها، هو عاملاه فيديو لوحده، يعني شارح نفسه جدا ومبين كل حاجة موجودة فيه. خمرتها كده واخدت طبعا كمية منها، لان انا مش هي دي بس الكمية اللي عجنتها، انا بس علشان خاطر اقول لكم المقادير بتاعتها. اخدت كمية من الخميرة ونزلت بيها على المواد اللي احنا حطيناها مع بعض، ونزلت كمان عليها على طول بالدقيق. قعدت اعجن فيها كويس جدا. ضفت اللبن المطلوب، ما زودتش ميه خالص، ضفت اللبن المطلوب. وما تنسيش طبعا رشة الملح، تعجني فيها لحد ما تشوفي العرق ده. نوع الدقيق اللي مستخدماه هقول لكم عليه، بس استنوا شويه كده لما اكمل لكم بقيه الفيديو. من اهم الفيديوهات اللي بتتعمل في رمضان، بتشتروه بالغالي يعني. وممكن تكلفته، هي لو بتعمليه بالطريقه دي بتبقى تكلفته يعني مشابهه للشراء، بس بتعمليه في البيت بنظافته وبريحته، بتبقي ضامنه كل حاجه فيه. عجنت العجينه كده وخمرتها كويس جدا. قعدت في المكان دافي مش اقل من ساعة الا ربع، علشان تبتدي هي تعلى شوية، لان خميرة الحمص واللبن بتاخد وقت شوية مش زي الخميرة العادية. فقعدت بالظبط ساعة الا ربع. اول ما حسيت ان هي ابتدت كده تعلى والعجينة بتاعتي ناجحة، فابتديت على طول اقطع فيها من غير بقى زيت ولا دهون ولا سمنة ولا اي حاجة. هتقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه ده، لاني انا مش هقطعها او مش هفكفكها من بعضها على كده. هقول لكم على كل حاجة خلال الفيديو. ابتديت اقطع بالشكل المناسب والحجم المناسب عشان يبقى كلهم نفس الحجم ونفس القطعة، والزقهم جنب بعض على طول، ما تخليش اي فراغات ما بينها وما بين اللي جنبها. زي ما انت شايفة كده. هكمل بقية الكمية كلها كده. اخدت صينيتين معايا من الصواني المستطيلة دي، ونوع الصينية لازم تبقى حروفها او الحواف بتاعتها عالية كده شوية عشان وقت ما تخمر. هنا بقى هقول لكم على نوع الدقيق. نوع الدقيق اللي بستخدمه دقيق الاهرامات، وهو بديل دقيق الفاخر، ده يعتبر معتمد في الفايش، ما بتغيرهوش ما بتخلطوش. هو ده الدقيق اللي مستخدم. ليه بقى؟ لو استخدمتي اي دقيق تاني بيسيح منك من الجناب، لمجرد ان هو يبتدي يخمر بالشكل اللي انت شايفاه ده، فبيبتدي يسيح من الجناب. اما دقيق الاهرامات بيخمر، حتى لو خمر بيخمر لفوق، مش بيسيح من الجناب ولا اي حاجة. طبعا كانت خلاص كده الفايش بتاعي خمر كويس جدا. بياخد وقت مش اقل من 3-4 ساعات. اهم حاجة تحطيه في مكان دافي، وما تسقعيش العجينة، يعني ما تعرضهاش خالص للهواء البارد او تحت مروحة او اي حاجة زي كده. وخصوصا ان الخميرة دي بتبرد، لو سقعت منك او بردت منك عمرك ما هتاخدي فايش زي ما انتي شايفة كده، او حتى هيبتدي يعلى معاكي، الخميرة بتاعتك هتبوظ. وهقولك لو باظت منك ايه الحل فيها. دخلتها على درجة حرارة عالية جدا من تحت الرف الوسطاني، ما شغلتش الشواية خالص.
اخدت معايا بالظبط نص ساعة في الفرن على درجة حرارة عالية من تحت، زي ما انا قلتلك الصاج مش فوق النار على طول، لا في الرف الوسطاني، لحد ما تبتدي تاخد لون من فوق. وكمان تتأكدي ان هي من الجناب ابتدت تتحمر، طالما ابتدت تتحمر من الجناب يبقى من تحت خلاص كده هي استوت وظبطت معاكي. زي ما انتي شايفة كده طلعت بالشكل والجمال ده. هتبتدي بقى تقطعيها بعد 3-4 ساعات علشان تطلع معاكي مظبوطة ومش بتفرول ولا اي حاجة. اول عادة يعني لما بتعملي اي معجنات وتبتدي تقطعيها على طول بتفرول معاكي او بتتقطع او بتتكسر. وفي اللحظة دي لو عايزة تاخدي فيشاية كده شكلها مظبوط معاكي ومتساوية ومش يعني متبهدلة ولا متقطعة معاكي على الاقل خالص، هتسيبيها 3-4 ساعات وتبتدي تقطعي فيها، هتاخديها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. اول ما بتطلع على طول بتغطيها من فوق وما بتسيبها، ما بتنزلهاش من على الصاج ولا حاجة. دي طريقتي يعني. كنت بشوف الافران اول ما بيخلصوا الفيش بيقلبوه على طول على قماشة او فوطة علشان خاطر بيعرق من تحت. انا بسيبه 3-4 ساعات لحد ما يهدى تماما وابتدي اقطعه زي ما انتي شايفة. ابتديت بقى اقطعه في نفس الصواني اللي كنت عاملة فيها الفيش، وجبت صواني تانية لان الكمية اللهم بارك كمية ما هياش قليلة. الصواني مش مدهونة اي مادة دهنية، عادي جدا بتطلعيها بتقطعي فيه زي ما انتي شايفة كده وبترصيه. ويفضل بقى بعد الخطوة دي تسيبيه لتاني يوم علشان يضربوا الهوا كده وما ياخدش معاكي وقت في الفرن خالص. لمجرد ان انتي سبتيه لتاني يوم هتحسي ان الهوا ضربه كده وابتدى يعضم معاكي وهيبقى سهل عليكي جدا في التحميص. انا فردته كله كده في الصواني زي ما انتي شايفة وسبته لتاني يوم علشان خاطر ما ياخدش معايا وقت في الفرن خالص. ويفضل طبعا تفتحي عليه المروحة. بعدها بعد الخطوة دي هتبتدي بقى تشغلي الفرن على درجة حرارة واطية جدا، وهترفعي الشبكة بتاعة الفرن الاول يعني اول رف كده من فوق، وهتحطي الصواني بتاعتك زي ما انتي شايفة هتسيبيها على درجة حرارة واطية جدا. التحميص بياخد معاكي وقت، يعني انتي لو وراكي حاجة ممكن تعمليها والفرنة شغالة ما تقلقيش، مش هيتحمر معاكي بسرعة ولا هياخد لون، بالعكس هياخد تحميصة حلوة كده وهياخد لون الذهبي الحلو اللي هتشوفيه دلوقتي. انا دخلته الفرن وطلع بقى. اول ما طلع على طول طبعا انا مش بقف عليه، يعني مش بقعد قدام الفرن استناه، لا وراكي حاجة خلصيها، هو بياخد وقت طويل علشان تاخدي التحميصة الحلوة اللهم بارك اللي انتي شايفاها دي. طبعا اول ما طلع على طول قلبته ودخلته تاني الفرن في نفس درجة الحرارة وفي نفس الرف اللي من فوق علشان خاطر ياخد تحميصة حلوة كده ويطلع باللون الذهبي الحلو اللي بنشوفه في الفرن. طيب انا قلتلك لو العجينة بتاعتك انا دخلته وطلع بالشكل اللي انتي شايفاه ده اللهم بارك، صاحب المسام الضيقة جدا بخميرة الحمص واللبن بيطلع بالشكل ده دايما مش زي الخميرة العادية. وخدي بالك العجينة دي من العجينة اللي ما ينفعش حد كتير يدخل ويطلع عليها، بتتنفس منك واوقات كتير بتبوظ كتير قوي. صدفتني الموضوع ده، لازم تكوني طاهرة ولازم يكون مش حد غريب او حد عينيه وحشة يدخل عليها لانها بتتنظر بسرعة. طيب لو باظت منك او فيها اي حاجة حاولي تعجنيها بمعلقة خميرة فورية على حسب الكمية اللي انتي عاملاها وشوية دقيق وشوية لبن وتعجنيها، تلفيها من اول وجديد بالخميرة الفورية او الخميرة البلدي وتبتدي تقرصيها من اول وجديد بعد ما تتأكدي ان هي خمرت معاكي في المعجن او في الطبق اللي انتي بتعجني فيه. وبس كده انا لحد هنا خلصت الفيديو بتاعي، يا رب تكونوا استفدتوا. ده شكل الفايش بتاعي اللي كل اللي بيدوقوا لازم يدمنوا من حلاوته وطعمته وجمال ريحته. لحد هنا الفيديو خلص، يا رب تكوني استفدتي. لو حاسه انك استفدتي ولو معلومه واحده من الفيديو ده ما تنسيش تشاركيه لاكبر عدد من الناس عشان كله يستفيد زيك. اسيبك في حفظ الله، ما تنسيش تحط اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.